وتعالى اقول لك يا صديقي يعني ايه باد سيكتور. اسمع الفيديو لاخره عشان هقول لك على سر من اسرار مراكز الصيانه. اولا يا صديقي، علشان نعرف الباد سيكتور لازم تعرف ان هو تلف في جزء من الهارد ديسك، واللي الكمبيوتر بيجد صعوبه جدا في قراءه او تسجيل بيانات على هذا المكان. الباد سيكتور بيتكون من نوعين. النوع الاول اسمه فيزيكال باد سيكتور، وده اللي عاده بيجي عن طريق خبطه، وبيكون في مشكله في الميديا او الاسطوانه بتاعه الهارد ديسك زي مطب زي خبطه، وده استحاله اصلاح هذا الباد سيكتور. ولكن النوع الثاني يا صديقي الجميل اللي احنا كلنا بنحبه، الا وهو اللي اسمه لوجيكال باد سيكتور، وده اللي بيجي عاده من فيروسات او مشاكل في ملفات السيستم. وهنا نقدر نصلح الباد سيكتور ده. عشان تعرف ان انا جايب لك ملبسه، كل مراكز الصيانه بتستخدم برنامج اسمه اتش دي دي ريجنريتور، اللي لو انت رحت على جوجل وكتبت اتش دي دي ريجنريتور هتعمل له داونلود مجاني. وهذا البرنامج مش بس بيقوم بفحص الحاله الصحيه للهارد ويفحص الباد سيكتور للهارد، لا وكمان بيصلح كل اللوجيكال باد سيكتور. ما احنا عرفنا يعني ايه. لينك البرنامج موجود في الكومنت، وكل اللي هرجوه منك الدعاء لوالدي بالرحمه والمغفره، وما تنساش تعمل لايك وفولو للصديق تك، وتتابع كل فيديوهاتنا التعليميه.